السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كل يوم بنشوف اللي بيحصل في غزة وبنحس بقهر مش طبيعي، بس السؤال الحقيقي اللي لازم نسأله لنفسنا ونسأله لكل العرب، هو احنا دورنا هيقف عند مجرد الزعل والقهر وبس؟ محدش بيطلب من حد انه يخش حرب او يفتح جبهات عسكرية، بس السياسة والاقتصاد أدوات تقيلة جدا لو استخدمت صح. في خطوات واضحة وممكنة تكتم نفس الكيان ده وتخليه يدفع تمن جرايمه بجد. أولا، الرسالة لقادة الدول العربية: لعبتك تبقى في الضغط السياسي، انت في ايدك الضغط السياسي والاقتصادي. في كروت كتير في ايدينا لازم تتفرش على الترابيزة فورا. خد عندك بقى دوشة في مجلس الامن والامم المتحدة، ومطالبة عربية واحدة ومباشرة بفرض عقوبات اقتصادية ووقف تصدير السلاح للكيان فورا، تجميد والغاء اتفاقيات التطبيع، ووقف وتجميد كل الاتفاقيات الابراهيمية والعلاقات التجارية، وطرد سفراء الاحتلال عشان يفهموا ان الجرائم اللي بيعملوها دي ليها تمن سياسي غالي جدا. نخش على الكارت التاني، كارت الطاقة والاقتصاد: مراجعة خطوط الغزو والتجارة واستخدام القوة الاقتصادية العربية كأداة ضغط حقيقية على الدول اللي بتدعم الكيان. نخش على النقطة الثالثة، المحاكم الدولية: تقديم ملفات وأدلة رسمية لمحكمة العدل والجنائية الدولية عشان القادة بتوعهم يفضلوا مطاردين كمجرمين حرب. ثانيا، الرسالة لينا احنا بقى كشعوب عربية، وبما اننا بنطالب بمواقف سياسية قوية، في نقطة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها عشان ما نقعش في الفخ اللي معمول لنا، فخ الكيان. الكيان ده اكتر حاجة بيتمناها ان احنا نكره بعض كعرب. عايز المصري يشتم الخليجي والخليجي يشتم المصري ونفضل ناكل في بعض. تفكيك المنطقة هو هدفه الاساسي. الخلاف السياسي مش مبرر للكره على فكرة، حتى لو اختلفنا فكريا وزعلنا من سياسة دولة معينة، ده مش مبرر ابدا ان احنا كشعوب عربية نكره بعض او نتمنى الخراب لبعض. خليكوا فاكرين قوتنا في لمتنا. الكيان بيستقوى لما بنكون متفرقين، ولازم نبقى عارفين ان عدونا واحد، واحنا كشعوب عربية لازم نكون سند في ظهر بعض. سندتنا لبعض كدول عربية هو الخط الاول والاخير للحفاظ على بلادنا العربية. الخلاصة: الضغط السياسي والاقتصادي هو الحل، ووعينا كشعوب عربية اننا ما ننسقش وراء الفتن. وجه غضبك للعدو الحقيقي مش لأشقائك واخواتك في الدول العربية. ربنا يحفظ مصر وكل الدول العربية.